السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله من قناة سوكادور على اليوتيوب. غادي نتناولوا اليوم أخطر المواضيع على المستوى الدولي. غادي نتناولوا اليوم قضية جنوب إفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل. اللي كيشوف هذا الخبر من السطح غادي يقول أن هذا تشريف، أن جنوب إفريقيا تمردت على الواقع العالمي، وأن جنوب إفريقيا الرائدة ضد الميز العنصري ومع مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، أن جنوب إفريقيا هي التي تقود الآن العالم، ماشي غير فقط إفريقيا، أن جنوب إفريقيا ضد الظلم. كيفاش غادي تفهم هذه المعادلة إلا قلت لكم أن جنوب إفريقيا كانت كتبيع السلاح لإسرائيل باش تقتل الشعب الفلسطيني؟ وكاين ملف الآن، بما أننا كنقولوا صحافة استقصائية، خصنا نجيبوا المعلومة من الخابية، نعرفوا الحقيقة والخبايا وراء هذا الاندفاع ديال جنوب إفريقيا، العنفوان ديالها، لأنه كاين عنفوان سياسي ديال جنوب إفريقيا. وغادي نقول لكم شنو السبب اللي خلى جنوب إفريقيا بغات تجن. واش عرفنا أنه على المستوى السياسي الداخلي الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، الرئيس ديال رامافوزا عليه واحد الضرب قوي كيتساءل، وكاين عليه واحد المساءلة من طرف منظمات داخلية، والحزب الحاكم الآن يتم انتقاده بشكل لاذع في جنوب إفريقيا. ولا قلت لكم شنو هو السبب غادي تعجبوا. وتيقول المثل إذا ظهر السبب بطل العجب. غير ما نستهلكوش المعلومة الخوت، نحاولوا ما أمكن نجيبوا المعطيات الحقيقية باش نفهموا الواقع اللي كنعيشوه، وباش نفهموا رد الفعل السياسي على المستوى العالمي، لأنه كاين اللي ما كيفهمش كيفاش جنوب إفريقيا تمردت على العالم، ما خايفاش من هذا وما خايفاش. غادي نقول لكم علاش. جنوب إفريقيا الحفيد ديال نيلسون مانديلا، العدو اللدود ديال الوحدة الترابية المغربية ديالنا، والصديق الحميم ديال بويحمان، حمد بويحمان، للأسف الشديد اللي ما كيفهمش اللعب الصحيح ما غاديش يفهم كيفاش كياكل الحوت الكبير الحوت الصغير. حفيد ديال نيلسون مانديلا عرفتوا شنو دار في جنوب إفريقيا؟ صديق الكراغيلة، صديق النظام العسكري الجزائري. قام هذا الشخص بجمع مرتزقة أمنيين تابعين لواحد الشركة أمنية، وهذه المعطيات حصرية على قناة سوكادور. هذه هي الحقيقة اللي خلات جنوب إفريقيا تحرك هذا التحرك العشوائي. أقول لماذا عشوائي؟ لأنها بغات تشد الرئاسة ديال مجلس الأمن، أو عفوا الرئاسة ديال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فشلات، طيحها المغرب، ثم تبعث القضية ديال المحكمة العدل الدولي. شنو اللي كيخلي جنوب أفريقيا يشعل فيه العافية وكتضرب الأخضر واليابس؟ أنا نقول لكم، وحفيد نيلسون مانديلا، هاد المسخوط الوالدين، حفيد نيلسون مانديلا جمع واحد المرتزقة أمنيين. حنا كنعرفوا أنه كان كيبغي يرتزق حتى على القبر ديال جدو نيلسون مانديلا، العائدات ديال السياحة اللي كيزوروا الناس، ودخل مع في دعاوي قضائية مع العائلة باش ياخذ العائدات. خصكم تعرفوا هاد المعطيات، هذا مرتزق، هذا مجرد نصاب. إذا كان نيلسون مانديلا عنده شي تاريخ مشرف، هذا راه ندخلوا. ما علينا. هذا جاب واحد الشركة، أو جمع واحد المرتزقة من واحد الشركة أمنية. هاد الشركة الأمنية ديال واحد العضو في الحزب الحاكم، هاد الثغرة فين كاين. ما علينا. هاد الشركة الأمنية اللي جمع فيها المرتزقة لاقاها مع واحد مواطن يهودي إسرائيلي كيبيع ويشري في الألماس في جنوب إفريقيا، باش يسهلوا لهاد المرتزقة الأمنيين يمشيو يتجندوا مع الجيش الإسرائيلي ويطحنوا الفلسطينيين. معلومات حصرية على قناة سوكادور، وأتحمل كل كلمة أقولها، وأتحمل المسؤولية كل المعطيات. كان غادي يقول لك هاد المعطيات من كتجيبها الصحفي الحر والصحفي القدير والصحفي الذي يحترم نفسه، لا يذكر مصادره. المهم كيبحث ويبقش ويجيب المعلومات الحقيقية باش يكشف الغطاء، وباش يحل من بصيرة المواطن، باش ما نبقاوش مجرد رؤوس أغنام تستهلك المعلومة، باش نعرفوا الخبايا فين غادا، باش نعرفوا التحاليل القيمة اللي بغيتي تبنيها على الجدر الصحيح، وعلى القاعدة الصلبة الصحيحة، والبيانات والمعطيات والقاعدة البيانات اللي كتكون قوية. ما علينا. إذن
هنا نظرة المنظمات على المستوى الداخلي بدات كتقوم بالانتقاد ديال رامافوزا، وقالت له هذه صفقه مشبوهه، كيفاش سمحتوا بها؟ وحنا راه غنتشوهوا في العالم وغتطيح الصوره ديالنا على المستوى العالمي، وحنايا اللي كنا دائما مع حق الشعوب في تقرير المصير وضد الميز العنصري ونمثلون وباقي عندنا طموح وباغي نكونوا في مجلس الامن الدولي. نعم، جنوب افريقيا بغات تكون في مجلس الامن الدولي عوض المغرب. اذا هذه غادي تضربها في العمق ديالها، وغادي تضربها لانها غادي تولي هي متورطه في اباده الفلسطينيين. اش غدير؟ جاو اجتمعوا الحكام، يعني الحكماء ليس الحكام، الحكماء في جنوب افريقيا، السياسيين ديال جنوب افريقيا، قالوا لجنوب افريقيا والرامافوزا عندك جوج الحلول. اما غادي تمشي تاخذ الرئاسه ديال مجلس حقوق الانسان اللي كاين في هيئه الامم المتحده، وانا ذاك غادي تشد الملف ديال الفلسطينيين وتدافع عليه بشراسه باش نغسلوا الذنوب ديالنا من دماء الشعب الفلسطيني، وباش الصوره ديالنا تصحح، لانكم غادي تضربوا التاريخ ديال نيلسون مانديلا والتاريخ ديال جنوب افريقيا، والرياده ديالنا غادي تضرب في الزيرو، وغادي ما غاديش نبقاو نسواو بصله. واما كاين طريق اخر، هو اننا غادي نرفعوا دعوه قضائيه. من مشاو مع المغرب من طبيعه الحال يعني حاولوا ما امكن يجيشوا الافارقه والقاره الافريقيه والاعضاء ديال، علاش؟ لان الجزائر وجنوب افريقيا شادين مجلس الامن والسلم الافريقي، كيلعبوا به كيف ما بغاو. المغرب عارف الدوالب والدهاليز وشاد جهه اخرى، بغاو يطيحوا المغرب وشدوا الرئاسه. جنوب افريقيا بغات تشد الرئاسه لهذا الشيء، والجزائر باغا تدفع جنوب افريقيا وتتأيدها ليس لهذا الشيء وانما ضد المغرب. اذا المغرب تمكن بفضل علاقاته، بفضل تاريخه الحقوقي المشرف. وانا عندما اقول التاريخ الحقوقي المشرف رجعوا للتصريح الاخير ديال رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان. شوفوا شنو قالت، هذا راه تراكم ديال الانجازات على مر السنين باش تعطاك الاعتراف الدولي على المستوى الحقوقي. هنا كيبان الذكاء ديال الدبلوماسيه المغربيه التي قودت المكائد ديال الجزائريين وجعلتهم يرقصون على 1.5، لانهم كانوا عباره عن بهلوان امام القوه ديال الدبلوماسيه المغربيه. وغادي نقول لكم شنو اخر الافراح. خلينا من المركز ديال حقوق الانسان على المستوى الدولي، كاين ضربه اخرى. المهم هنا خرجوا الدبلوماسيين، شافوا المغرب دارهم الكعكه، قالوا يا ودي لان المغرب عنده مخطط. المخزن راه عنده استراتيجيه السي محمد، المخزن راه خدام وفق استراتيجيه وتنظير. عندك اصحابكم هذا الشيء، هاد الانتصارات راه كتجي من السماء، كطيح من السماء وفق. وهذه المحطه ديال مجلس حقوق الانسان راه هي الا محطه من المحطات، لان المغرب عنده واحد الهدف هو انه يكون عضو دائم في مجلس الامن الدولي. ايضا اهداف اخرى غادي نقولوا لكم في حلقات ضربه وضربه، احنا نقطه من نقطه حتى يحمل الوعد، ان هذه ترسانه قويه من التحركات، وايضا مخطط عظيم للمغرب، وايضا تنظير، وعلى ان المخزن كيخدم وفق استراتيجيه محكمه دبلوماسيه كيف ما تيديروا الدول المتقدمه، ماشي بحال الدول العسكريه المتخلفه والفاشيستيه باقا عايشه في الغوغائيه ما عرفاش ما لها وما عليها وفين فين غادا ما عرفاش. المغرب راسم خطه وعنده واحد الطريق غادي فيه، وكاين انتصارات كبيره جدا لانه المغرب ولا تيحل الامور مزيان عاد كاين. اذا من فتك المغرب الرئاسه ديال مجلس حقوق الانسان على مستوى الامم المتحده، حنا الافارقه او جنوب افريقيا بقى بابها واحد، هو انها ترفع دعوه ضد اسرائيل باش تاخذ المبراس والمشعل ويتقال عليها امام العالم ان وتغطي على الصفقه المشبوهه داخل. اذا قلتوا كنكذبوا ادخلوا للاعلام الجزائري او الاعلام عفوا ديال جنوب افريقيا وغادي تلقاو هذه المعلومات. بحثوا على الصفقه المشبوهه ديال التاجر الالماس الاسرائيلي اليهودي اللي كان تما في جنوب افريقيا ودارها مع حفيد نيلسون مانديلا وترجموا المقالات. غادي تلقاو هذه حقائق صحيحه ومعطيات يعني بغات تحجبها، بغات تحسبها جنوب افريقيا لكنها تسربت بطريقه او باخرى. ولكن هاد خلق راي عام معارض دولي، وهاد الدعوه ديال جنوب افريقيا بالفعل تمكنات على انها تعطيها سمعه، وتمكنات على انها تخلي دول العالم تحترمها، وتمكنات على انها تسوق كونها تدافع عن الشعب الفلسطيني وتدافع عن حق الشعوب في تقرير المصير بدون ان نرجع للاسباب الحقيقيه. لا ميمكنش. كيفاش البارح كنت كتعطي لاسرائيل السلاح واليوم كيفاش هذه القضيه؟ كاين تعارض.
حتى اللي كيبغي يلعب شي شويه كيلقى انه راه كاين تعارض. من المفاجآت في هذه الحلقه، وانا اشكر المتتبعين اللي كيشجعونا، وحنا ماشي من فراغ كنجيبوا لهم المعلومه، لانهم ايضا تيشجعونا بتعاليقهم وايضا بالاتصالات ديالهم الهاتفيه من المفاجآت واسمع هذه الهضره اللي غادي نقول لكم، هو ان اذا دخلتوا الصفحه ديال محكمه العدل الدوليه بلاهاي ودخلتوا للمؤيدين ديال القرار ديال جنوب افريقيا، تتلقى المغرب، تتلقى الاردن، تتلقى السعوديه، وتتلقى تركيا، وتتلقى 13 دوله 13 دوله تؤيد هذه الدعوه ديال جنوب افريقيا. المفاجاه شنو هي؟ الجزائر ما كاينش لحد هذه الساعه، لحد كتابه هذا الاسطور ولحد هذا الفيديو وهذا التاريخ اللي هو 13/1/2023. الجزائر لم تؤيد دعوات جنوب افريقيا رسميا في الموقع ديال محكمة العدل الدولية. خرج أردوغان كيقول على أنه أيد هذه المسألة، وأردوغان عطى صور وثائق تدين إسرائيل. خرج وزير الخارجية الإسرائيلي قال له سير تكمش، نتوما أصلا دولة من 1923 نتوما طالعين على إبادة جماعة الأرمن، الساكنة الأرمن اللي كاين. ها هي دخلت الآن الحسابات، ها هو لا شي كيتحاسب على شي. الجزائر خايفة أيضا، لا دارت بحال تركيا وقدمات غادي يخرجوا لهم ويقول لهم نتوما أصلا قاتلين 4 مليون مواطن جزائري، وغتولي مسألة حسابات وشي غادي يبقى يرفع دعوة بشي، وغادي تولي العشوائية، وغادي تولي ربما حرب عالمية ثالثة، لأن المحكمة العدل الدولية غادي يحملوها ما لا طاقة لها به. هي ما عندهاش قوة، ما عندهاش شرطة دولية، ما عندهاش عسكر دولي اللي غادي تلزم مثلا إسرائيل. المغرب علاش مجا؟ لأن المغرب تيأمن بالمبادئ، المغرب مع السلم والسلام، المغرب لا دار شي واحد شي حاجة خصو يودي، وحنا فقط بلا صور ولا وثائق، غير التصريحات ديال المسؤولين الإسرائيليين ويدينوهم. التصريح ديال بنيامين نتنياهو شنو قال؟ الصوت والصورة، كيخاطب الساكنة ديال إسرائيل تيقول لهم خصكم ترجعوا للعهد القديم وتقلبوا على المذبحة العمالقة. هاد المذبحة العمالقة يعني الثأر، يعني مسألة ديال التطهير، يعني مسألة سياسية وعقائدية. مابقاش هذه قضية قناعة حنا ضد إيران ولا كذا. فعلا إيران هي السبب ديال هذه المسائل كاملة. فعلا إيران كتنتقم القاسم السليماني اللي قتلت واشنطن في 2020. فعلا إيران أمير موسوي خرج، أو المتحدث هذا رمضان شريف، متحدث باسم الجيش الإيراني، خرج وقال لهم ودي هذاك الشيء الطوفان الأقصى حنا اللي درناه، وحنا اللي خططنا له، وحنا اللي دعمناه، وحنا اللي حددنا التاريخ باش ننتقموا لمقتل القاسم السليماني. إذا فلسطين ولات الطريق وتصفية حسابات ما بين إيران وواشنطن، مابقاتش قضية عقائدية ولا دينية. هل اللعب الكبير فين غادي؟ كاين هذه المسألة، ولكن المغرب مع الحل السياسي ومع الحوار ما بين الأطراف ومع أيضا المعاقبة، اللي دار شي حاجة يمشي يتعاقب. لا شدينا غير التصاريح بوحديتهم راه يدينون. كاين التصريح ديال بنيامين نتنياهو، التصريح ديال بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، قال لهم هادشي هذا لا قيمة له، هادشي اللي كديروا في محكمة العدل الدولية راه كتخربقوا، لا قيمة له. خرج المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، على ما أعتقد الاسم ديال جون كيربي، حتى هو قال لهم هذا لا قيمة له ولا أساس له وعنده نتائج عكسية، تهديد. ثم إذا رجعنا لوزير الدفاع الإسرائيلي، هذا أيضا يورطوه، تصريحه بالصوت والصورة يورطوه عندما قال غزة لن تعود كما كانت عليه وسنمحو كل شيء. إذا إيران عطات واحد فرصة ذهبية من طبق من ذهب، عطاتها الإسرائيليين باش يطحنوا الشعب الفلسطيني، باش يطحنوا غزة. هو وزير الدفاع تيقولها غزة عمرها ما تولي كما كانت، وغادي نمحيو كلشي صافي، تمشي المحكمة ولا تجي المحكمة، كيف ما قال أنتوني بلينكن لا قيمة له. إذا جنوب أفريقيا قمرت على هذا الشيء، كاين السياسة. إيران دارت هذه القضية وعطات واحد الطبق من ذهب إلى الإسرائيليين للإبادة ديال الغزاويين ببلاش، لتصفية حسابات على بينها وبين واشنطن. إذا هناك صراع ما بين القوى العالمية، صراع ما بين القوى الشر كما كيسميها أحد قوى الشر وقوى الخير إلى غير ذلك، وكيبقى الضحية الأول والأخير المواطن الفلسطيني، المواطن المغربي، المواطن الأفريقي، المواطن العربي. كتبقى مسألة تصفية حسابات كبيرة عندها
واحد الحاجه اللي كتحكم فيها اللي هي المصالح هي اللي كتحكم في هذا الشيء كله. اذا قلبنا غادي نلقاو على ان كيف ما قلنا كان تصريح ديال وزير الدفاع وكاين تصريح ديال وزير الطاقه. تصريح ديال وزير الطاقه قال لك غزه لن تحصل على نقطه ماء حتى يغادروا هذا العالم، يعني حتى يمشيو عند الله. ما كاينش الماء والله ما تدخل شي قطره ديال الماء. هذا تصريح يودين، وهاد التصريحات كلها تدين اسرائيل، وهاد التصريحات كلها غادي واحد النهار غادي يتحاسبوا، لان المحكمه العدل الدوليه ما يمكنلاش دير شي حاجه دابا غير اللجنه ديال القضاء اللي كتستمع الان فيها واحد 15 ولا 14 القاضي، خصهم يستمعوا خاص هاد الشيء سنين عاد يخرج واحد الحكم قضائي. وجنوب افريقيا تقول لهم عطيونا واحد اجراء فوري، وقفوا اطلاق النار على الاقل والاباده، وانا ذاك يتخذوا هاد الادله على العين الاعتبار، ومن بعد غير قولوا لنا شنو غادي يكون. كاين واحد الانتصار دبلوماسي للمغرب غادي نتكلموا عليه ايضا اليوم، اللي هو وصول المغرب ليس فقط الثقه الدوليه وان ايضا الثقه الافريقيه. والمغرب نال ايضا اليوم ثقه البرلمان الافريقي عن طريق جداره واستحقاق. البرلمان الافريقي عطى المغرب الصفه ديال مراقب الانتخابات الرئاسيه بجزر القمر، وهذه المساله راها تشريف ايضا. وهذه الانتصارات الواحده تلو الاخرى ليست كما قلت اعتباطا كتجي غير هكاك من السماء. المخزن عنده استراتيجيه خدام عليها، وعنده واحد الارضيه توجيهيه نقطه بنقطه. هذا الثقه ديال البرلمان الافريقي هنا غادي يجاوبوا بها الصحفي مره اخرى حميد المهداوي اللي قال لكم علاش كتجيودوا الجزائر وجنوب افريقيا راه مساكن، قولوا غير المغرب يفوز وخلينا دبر راسهم. لا سيدي، راه المغرب الان من خلال الثقه ديال البرلمان الاوروبي عرفتي شنو حصل له تما في البرلمان الافريقي؟ عرفتي شنو حصل للمستشاره هناء بالخير؟ واش كتبعوا يا عباد الله العلاقات الدوليه؟ كتبعوا شي شويه الشأن العام الدولي؟ تتبعوا شنو تيجرى داخل اروقه الاتحاد الافريقي والدهاليز ديالو والمؤسسات ديالو؟ واش عارفين ماذا فعلت الجزائر وماذا فعل عضو الجزائر عز الدين عبد المجيد؟ قاد حمله شرسه ضد المستشاره ديالنا هناء بالخير باش ما تكونش عندها الصفه ديال المراقب، باش ما يكونش عند المغرب الصفه ديال المراقب الانتخابات الرئاسيه بجزر القمر. وهذا الشيء كله علاش؟ لان باش الجزائر تاخذ واحد الثقه وتكون عند الجزائر واحد المكانه وتكون عند الجزائر واحد السمو العلاقات وتبني لك سيدي العلاقات على ظهر المغرب. هذه هي الحقيقه. لكن المغرب الحمد لله كيستغل حاله الارتباك ديال العدو، وكيستغل الفشل السياسي والفشل في المساعي ديالو، وكيستغل هذيك الشعبويه في اتخاذ القرارات. لان المغرب سميتو العسكر القرارات ديالو كلها ما كاينش شي قرار مدروس، واخرها من اجتماع مجلس الامن الاعلى عندهم قال لك تما يدين البلد. علاش كيدير الامارات؟ لان الامارات واقفه معنا، لان الامارات وقفت معنا حتى في هذه القضيه ديال المجلس حقوق الانسان، وايضا في القضيه الصناديق السياديه اللي عند الامارات اللي قالت للمغرب ها انتم كلوا بيديكم. والمغرب الان عنده المونديال ديال 2030 خصو يبان ببلد مشرف. بدا الان واحد 1300 كيلومتر ضمن يعني الخطه ديال الخطوط الشكاكيه، يعني عاليه السرعه. واحد 1300 غادي تبنى، غادي تقوم بربط واحد 15 مطار دولي، غادي تبرطهم بسكك حديديه فائقه السرعه، ناهيك عن 3800 كيلومتر غادي تكون عندها سكك تقليديه جديده، قطارات جديده. هاد الشيء وهاد السرعه القصوى اللي غادي بها المغرب، وهاد الممانعه على المستوى الافريقي، مبادره الساحل لا هي ممانعه على المستوى الافريقي ضد فرنسا والاوروبيين وحتى الامريكان. المغرب قال لهم صافي عندي يدي مع الخليج، ما نبقى نثق في حتى واحد. امارات وغادي نعطيو الفرصه للافارقه ذهبيه والموريتانيه ذهبيه. هذا الشيء اللي خلى فرنسا تجبد لك الملف ديال اسكوبار. شكون اللي جبد لنا الملف ديال اسكوبار الصحراء؟ اشرف المدن فيقوا شويه من القلبه. اللي جبد هذا الملف هذا هي نينا سولوفسكي اللي تكلمنا عليها، وهي صحفيه فرنسيه مهتمه بالشؤون المغاربيه ديال جون افريك. جبدات هذه القضيه الان، هو السيد راه موجود في 2019، ولكن جبدوه الان باش نضربوا السياسيين والصوره ديال البلاد ديال المغرب.
لأنهم عارفين أن المغرب غادي يشد الرئاسة. كيف ما قلنا مخزن عنده استراتيجية، كان باغي يشد الرئاسة مجلس حقوق الإنسان، خاصهم يعرقوا على المستوى البعيد. هادشي ظهر قبل في هذا الشهر هذا، والمغرب كان غيتقدم مرشح في هاد الشهرين. خاصهم يضربوا الصورة ديال المغرب كونه بلد الفساد والمفسدين وبلد الأحزاب الفاسدة. ما نجحوش. ولاحظتوا أن فرنسا عندها هذه النظرية ديال التخطيط، كياخذ مخطط يشد لك مغني يديه الحبس، يشد لك رياضي كبير، اي حاجه فيها اشاعه الدول المغربيه خصو يتمسعر. شدوا حاكم يبغوا يديو الحبس يلفقوا له، سعد المجرد بغاو يلفقوا له. كنا تكلمنا هذه عام على واحد اللائحه سوداء ضد السياسيين المغاربه، خلينا نخرجها. واحد الصحفي فرنسي نسيت على الاسم ديالو، مار البورو على ما اعتقد، مار البورو هذا هو اسمه على ما اعتقد، وكان كيتكلم على انه فرنسا غادي تمنع لائحه السياسيين المغاربه وغادي تلصق صورتهم. هاي جات لوقيتها. نظيراتنا صحيحه 100%، واللي كنت نقوله لكم صحيح 100%، والايام كفيله باي حاجه قلناها. ربما كنستشرفوا ايضا بعض المسائل اللي كتكون ما حضراش واللي كانت تحضر. ماشي احنا شوافه تلصقوا فينا شي حاجه، وانما هذه سياسه. كتقدر الاوضاع، كدير التحاليل وكتشوف شنو يمكن له يكون، وبالفعل هذاك الشيء اللي كيكون. فرنسا عرفتوا شنو دارت مؤخرا من غير هاد القضيه ديال لائحه السياسيين وهاد الشيء هذا وجونافريك والقضيه ديال اسكوبار الصحراء؟ فرنسا مؤخرا وزير الخارجيه ديالها اللي تعين هو ستيفان سيجوري. هذا دليل على ان فرنسا راه ساخطه على المغرب، ساخطه سخطه تامه على المغرب. جابت ستيفان سيجوري اللي هو المهندس ديال الادانه ديال المغرب في البرلمان الاوروبي، دارته وزير الخارجيه. ستيفان سيجوري هو العدو الاول ديال المغرب، وتخدم المصالح ديال الجزائر والخزينه الجزائريه. ستيفان سيجوري هو المهندس القضيه ديال بيغاسوس، وقال لك المغاربه تيتجسوا على الرؤساء. ولاحظتوا ان هذاك الصحفي اللي تكلمت عليه مؤخرا، هذاك الان جوردان، صحفي استقصائي فرنسي، فرش فرنسا قال لهم انتم عندكم واحد البرنامج اخطر من بيغاسوس، كتجسوا فيه على الرؤساء ديال الدول الافريقيه. وكان اخر تجسس درتو على قيس سعيد ديال تونس، اللي يقال حسب تصريحات الان جوردان قال على ان فرنسا جسات على قيس سعيد وعندها عليه ملفات جنسيه خطيره. الشيء اللي كيدفع او الشيء اللي دفع قيس سعيد يهرب اميره بوراوي من الجزائر لدرجه انه دخل في صراع مع الجزائر. باش؟ لانه ما يقدرش يقول لفرنسا لا. علاش؟ بسبب هذه التسريبات او هذه البرامج الخبيثه اللي كانت كتجسس به فرنسا على الرؤساء، وكان طاح فيها الرئيس ديال قيس سعيد. حنا ما لقاو ما يشدوا على الرئيس ديالنا والملك ديالنا نصر الله، راه ما لقاوش. كونوا متاكدين. شنو داروا؟ جابوا واحد اللقطه صغيره جالت الملك مع مريض مسكين الله يشافيه، كانت تعطر فيها واحد ثاني ولوج قال لك راه ملك المغرب سكران. باغيين يضربوا ما لقاوش كيفاش يضربوا، باغيين يحقنوا الشعب المغربي ما لقاوش كيفاش يحقنوا الشعب المغربي. استغلوا القضيه الزلزال باش ينوضوا فتنه. بدا ماكرون تيتكلم مع الشعب المغربي تيقول لهم الملك ديالكم خلانا سيدي نقدموا لكم الدعم. ناض الشعب كله كيجاوبوا في وسائل التواصل الاجتماعي، سير هضر معاه هو. راه واخا يكون الفقر، راه واخا تكون البطاله وتكون العطاله، راه واخا يكون الفساد، راه المغاربه متشبتين من التوابيت، ما يقول لكم حتى واحد. لان كنشوفوا بعض الصحفيين بعض قله على رؤوس الاصابع كيحاولوا يضربوا يعني المؤسسات والاتصالات، وكيحاولوا يبخسوا اي حاجه. عندهم الدوله كحله كلشي كحل، ما كاينش شي حاجه، ما كاينش شي نقطه، ما كاينش شي مجهودات، ما كاينش شي مكانه، ما كاينش شي رياده، ما كاين والو، كلشي كحل في كحل. ولكن هذا يعني مجرد كلام كذب، والدليل على انه كذب مؤخرا هو دي يعني من مؤخرا لبقيت عاقلا واحد العام برلين من اعترفت بالصحراء المغربيه، اعترفت باقتراح الحكم الذاتي. ناضوا بعض المرتزقه طيحوا الرايه ديال المغرب في برلين في احد المؤسسات. لبقيت عاقل. كنا تكلمنا على هذا الشيء. الان على وسائل تيك توك كانت واحد الجلسه ديال النقاش في الدردشه بين ما يسمون كيسموا راسهم معارضين ديال النظام المخزن المغربي. بداو تيفرشوا راسهم بهذه معطيات خطيره 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 جدا. علاش؟ لانهم
بداو تيفرشوا راسهم على السرقة. قالوا أن النظام الجزائري عطى لهذاك السيد اللي طيح الراية ديال المغرب، عطاه 30,000 دولار. 30,000 دولار هي 30 مليون مغربية، 30 مليون سنتيم. وداروا دردشه فيما بعضياتهم وبداو تيتهموا هذا الشخص اللي خدا 30 مليون. هو تيقول لهم انا خديت 12,000 وهما تيقولوا لا انت خديتي 30,000 دولار. وبداو تيفرشوا بعضهم وقالوا على ان الرايه او السلم اللي طلع فيه هذاك السيد باش يطيح الرايه، السلم شراه القنصل الجزائري، شراه القنصل الجزائري في المانيا، شراه قنصل جزائري داك السلم. هنا شنو بغيت نبين لكم؟ شوفوا الرداءة ديال المستوى ديال الدبلوماسية الجزائرية باش تنافس المغرب. يشريوا السلالم ويشريوا المنطلق ويشريوا المناشر ويمشوا عند الفيسبوكيين ويمشوا عند الناس اللي عندهم اليوتيوب. قالوا على انه في كل لايف اليوتيوب كانوا كيشدوا واحد المبلغ مالي، وكل خروج على الدردشه على التيك توك كيشدوا واحد المبلغ مالي. شوفوا الجزائر كيفاش كتنافس المغرب عن طريق الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك، والقنصل كيشري سلوم ومطرقه باش يطيح الرايه ديال المغرب في عدد الدوله. شتو المستوى الدنيء ديال الدبلوماسيه الجزائريه؟ وهذا كيرجعنا على ان الدهاء والخطه الدبلوماسيه المغربيه تقوض مكانه الجزائر وستقوضها للابد ان شاء الله. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه، وكنتمنى تكون الحلقه يعني نالت اعجابكم. ما تنساوش تقوموا بالبارطاج لهذه المعلومات القيمه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.